الشمالية تورسونوف وديجباروف وتيمور كاباتزا وشور خميدوف. 5 لاعبين غيرهم المدرب أمير جلال قاسيموف، ويحاول في مباراة اليوم لأن يسجل انتصار. الله، هذه البداية القوية للأوزبك. راشيدوف البديل يسجل هدف أول لأوزبكستان. كنا ننتظر أن نتقدم حتى تكون الأمور صعبة على أوزبكستان، لكن لاحظ كيف هذه الكرة اللي أخطأ فيها السوري وقطعت ومر فيها بشكل ممتاز ساردور راشيدوف وسجل الهدف الأول لأوزبكستان. اللاعب الشاب 23 سنة وليد عبد الله من بين قدمي وليد. الأوزبك يتقدمون على حساب السعودية 1-0، وأمير جلال قاسيموف ينتظر التالي للسعودية، لكن عندنا كرة فيها محاولة الآن العابد يلعب كرة على الطرف الأيسر السوري عرضية وخطيرة والحوض. ضربة جزاء للسعودية، ضربة جزاء للسعودية. دينيسوف يرتكب مخالفة وبالتالي ضربة جزاء للسعودية. ضربة جزاء للسعودية، ونتمنى أن تسجل هنا الدفع الواضح على نايف الزازي، وبالتالي ضربة جزاء. نعم، دينيسوف الخبير 53 مباراة دولية يعرف نايف الزازي جيدا، دفع الزازي من الخلف وبالتالي ضربة جزاء. ضربة جزاء للسعودية. هل يتقدم المنتخب السعودي الآن بهدف تعادل؟ سالاوي أمام حارس المرمى نسيروف، سالاوي أمام نسيروف فليسجل هدف تعادل وهدف شخصي ثالث في آسيا 2015. سالاوي أمام نسيروف، وسالاوي من ضربة الجزاء. هل يتقدم ويسجل سالاوي؟ السعودية، جول للسعودية. يا سلاوي، الله عليك، الله عليك. النقطة في الجزاء، النقطة في الجزاء يسجل للسعودية. 1-1 النتيجة. يحصل على الكرة، تغطية موجودة عليه، وصلت الكرة لمنتخب أوزبكستان في هذا المكان عند مولادينوف. عرضية وليد خرج وعاد. يا الله، المنتخب الأوزبكي يسجل الهدف الثاني. المنتخب الأوزبكي يسجل هدف ثاني في مرمى المنتخب السعودي. مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة جدا. وليد خرج وعاد، لكن الكرة كانت بعيدة. لاحظ الكرة العرضية والتدخل من جانب الشهراني قصير على اللاعب البديل شودييف ليسجل هدف ثاني لمصلحة أوزبكستان. عودة من جانب المنتخب الأوزبكي. نعاني في الكرات العرضية، نعاني في الكرات العرضية. هنا الرأسية وصلت ومرت على يسار وليد عبد الله لأن تسجل أوزبكستان هدفا ثانيا وتعود مرة أخرى تاز يفتك الكرة سلمان، وخطيرة لمنتخب أوزبكستان عند راشيدوف. الهدف الثالث، الهدف الثالث لمنتخب أوزبكستان. راشيدوف مرة أخرى، اللاعب الذي افتتح التسجيل للمنتخب الأوزبكي يعود ويسجل هدف ثالث للمنتخب الأوزبكي. يعني الكرة المرتدة، لاحظ الدفاع كان من جانب لاعبي السعودية في الأمام، وبالتالي الكرة مرتدة استغلها راشيدوف وسجل هدف ثالث للمنتخب الأوزبكي. على يمين وليد عبد الله مرة أخرى، هدف ثالث لأوزبكستان. أمير جلال قاسيموف يفرح بالهدف الثالث. الآن أصبحت المهمة معقدة للسعودية، أصبحت المهمة معقدة للسعودية.
اللي يلعب بفرصتين